هو احنا في مصر بقى بنعمل سباق عربيات؟ لا، بقينا بنعمل سباق موتوسيكلات. وللاسف يا جماعه الجائزه الكبرى هي الموت. اللي بيحصل يا جماعه اليومين دول بقى شيء مرعب بجد. شباب صغيرين في عمر الظهور بيركبوا موتوسيكلات وبيعملوا سباق على الطرق العامه، سرعات جنونيه، ولا في خوذه ولا في امان ولا حتى في تفكير في عواقب. للاسف يا جماعه الموضوع ده بقى منتشر في شوارع كتيره في مصر، وكل يوم بنسمع عن حادثه جديده. شباب كان لسه بيضحكوا وسطينا وبيصوروا فيديوهات للترند، وفجاه واحده يتحول الخبر لحادث موتوسيكلي مأساوي. ونبدا يا جماعه نسمع الجمله اللي بنسمعها كل مره: عريس في الجنه. للاسف يا جماعه الكلام ده مش صحيح، والحقيقه اللي محدش بيرضى يقولها ان اللي حصل ده مش شجاعه ولا بطوله، ده تهور. سباق موتوسيكلات على طريق مليان عربيات، للاسف في لحظه واحده ممكن يضيع عمر كامل. في ناس كتيره بتقول هو فين الحكومه؟ فين دور الحكومه؟ هي ليه مش قادره تمنع الكلام ده؟ بس يا جماعه الحقيقه ان مفيش دوله في العالم تقدر تراقب كل شاب في كل شارع. الرقابه الحقيقيه بتبدا من البيت. رساله للاهالي: لازم كل اب يعرف ابنه بيخرج مع مين وبيروح فين وبيركب الموتوسيكل ازاي، لان لحظه تهور واحده ممكن روح انسان وروح شاب تروح فيها، وساعتها يا جماعه مش هتنفع الفلوس ولا الندم هيرجع الزمن تاني. قبل ما ابنك يطلع بالموتوسيكل اساله انت رايح فين، وقبل ما يجري بسرعه فكروا ان في مستنيه يركع. خلونا يا جماعه نوقف الظاهره دي قبل ما يتحول كل سباق لمأساة جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.